29 لاعبا ضمت عددا مهما من محترفي الخارج، بينهم أحمد ياسين وعلي عدنان وسلام شاكر وعلي حسين رحيمة، على أن يتم اختزالها إلى 23 لاعبا في نهاية المشوار التحضيري. تمت بعد مناقشة طويلة على أنه يكون يوم التجمع يوم 11/12 يبدأ الدوري، يوم 9/10 التجمع المنتخب اللاعبين، بعدها 14 يتم تفريغ اللاعبين المنتخب الوطني، قبل 26 أو 23 تخلى الفترة من 14-23 مو أقل من مباراتين على مستوى عالي إن شاء الله. أما أخذين بنظر الاعتبار بكل تأكيد مرحلة صعبة. الكادر الفني أو اللاعبين كلهم عازمين، وأعتقد بروح عالية، وخاصة أنه أخذ البطولة في تحت 22، فأكثر اللاعبين هم متواجدين في المنتخب الوطني العراقي، وإن شاء الله تكون مباراة محسومة لجانب المنتخب العراقي. الوجه الجديد لمنتخب أسود الرافدين أعد بعد نقاش مستفيض داخل اتحاد الكرة العراقي شاركت فيه لجنة من الخبراء شكلت لتقديم المشورة إلى المدرب، الذي أكد بدوره الحاجة إلى 3 مباريات ودية تم اقتصارها على 2 نظرا لضيق الوقت، وستكون أمام كوريا الشمالية ثم البحرين، على أن يتفرغ اللاعبون للتدريب تفرغا تاما منتصف الشهر الحالي. بتوليفة ضمت أبرز نجوم الداخل ومحترفي الخارج، تنطلق تحضيرات أسود الرافدين لموقعة الحسم أمام الصين وسط أجواء يهيمن عليها التفاؤل باقتناص الفرصة الأخيرة والذهاب إلى أستراليا لتأكيد حضور الكرة العراقية في النهائيات الآسيوية. علي رياح، BN سبورتس، بغداد.